قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا وسووا صفوفكم فإن تسبية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رماه وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار 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 السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله. سبحان الله وبحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'du.
An Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu 'abdun hatta yu'minu bi arba'in yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah ba'athani bil haqq wa yu'minu bil maut wa bil ba'tsi ba'dal maut wa yu'minu bil qadar. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seorang hamba sebelum ia mengimani 4 hal: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, Dia mengutusku dengan membawa kebenaran, percaya akan adanya kematian, percaya akan adanya kebangkitan sesudah mati, dan percaya akan adanya takdir. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seorang hamba sebelum ia mengimani 4 hal: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, Dia mengutusku dengan membawa kebenaran, percaya akan adanya kematian, percaya akan adanya kebangkitan sesudah mati, dan percaya akan adanya takdir. Hadis riwayat Tirmidzi. An Nabi Hafsata rahimahullahu qala Ubadatu bin Samit radhiyallahu anhu libanihi ya bunayya innaka lan tajida ta'ma haqiqatil iman hatta ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub qala rabbi wa madza aktub qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah ya bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Dari Abu Hafsah rahimahullah ia berkata, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata kepada anaknya, hai anakku, kamu tidak akan dapat merasakan hakikat iman sebelum kamu meyakini bahwa apa yang telah menimpamu tidak mungkin luput darimu, dan apa yang telah luput darimu tidak mungkin menimpamu. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah ialah pena. Lalu Allah berfirman, tulislah. Maka pena pun bertanya, wahai Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Dia menjawab, tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadi hari kiamat. Ubadah berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mati di atas keyakinan selain ini, ia bukan termasuk golonganku. Dari Abu Hafsah rahimahullah ia berkata, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata kepada anaknya, hai anakku, kamu tidak akan dapat merasakan hakikat iman sebelum kamu meyakini bahwa apa yang telah menimpamu tidak mungkin luput darimu, dan apa yang telah luput darimu tidak mungkin menimpamu. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah ialah pena. Lalu Allah berfirman, tulislah. Pena pun bertanya, wahai Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Dia menjawab, tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadi hari kiamat. Ubadah berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mati di atas keyakinan selain ini, ia bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Abu Daud. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wakkalallahu birrahimi malakan fayaqulu ay rabbi nutfatun ay rabbi alaqatun ay rabbi mudghatun fa idza aradallahu an yaqdiya khalqaha qala ay rabbi adhkarun am untha asyaqiyyun am sa'idun famar rizqu famal ajalu fayuktabu kadzalika fi batni ummih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah menugaskan seorang malaikat untuk urusan rahim. Lalu ia berkata, wahai Tuhanku, sekarang ia berupa nutfah, wahai Tuhanku, sekarang ia berupa segumpal darah, wahai Tuhanku, sekarang ia berupa segumpal daging. Kemudian apabila Allah hendak
menyelesaikan ciptaannya. Malaikat pun bertanya, wahai Tuhanku, haruskah aku menulisnya sebagai laki-laki atau perempuan, celaka atau bahagia, bagaimana dengan rezekinya, kapan ajalnya? Maka semua perkara itu ditetapkan di dalam perut ibunya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah menugaskan seorang malaikat untuk urusan rahim. Lalu ia berkata, wahai Tuhanku, sekarang ia berupa nutfah. Wahai Tuhanku, sekarang ia berupa segumpal darah. Wahai Tuhanku, sekarang ia berupa segumpal daging. Kemudian apabila Allah hendak menyelesaikan ciptaannya, malaikat bertanya, wahai Tuhanku, haruskah aku menulisnya sebagai laki-laki atau perempuan, celaka atau bahagia, bagaimana dengan rezekinya, kapan ajalnya? Maka semua perkara itu ditetapkan di dalam perut ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita lebih mudah mengamalkan dan menyampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm farhahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.